السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا أحلى ناس في الدنيا. جايلكم النهاردة ومعايا قصة جامدة جدا. بس في الأول هنجاوب على سؤال القصة اللي فاتت. السؤال كان بيقول: كم عدد المرات التي ذكرت فيها الآية الكريمة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي أي سورة ذكرت؟ والإجابة هي: ذكرت 31 مرة، وذكرت في سورة الرحمن. ودي إجابات كل حبايبنا. ودلوقتي بقى نركز في سؤال قصة النهاردة: ما هي السورة التي يطلق عليها سورة التوديع؟ إجابة السؤال سهلة جدا كالعادة، واللي يعرف الإجابة يكتبها لنا في التعليقات، واللي ما يعرفش يستنى القصة اللي جاية علشان يعرف الإجابة. قصتنا النهاردة قصة جميلة جدا، قصة متميزة، واثقة ومتأكدة إنها هتعجبكم جدا إن شاء الله، لأنها بقلم الكاتبة الجميلة المبدعة منى عبد العزيز. بس ما تنسوش يا حلوين اللايك والشير مع أصحابكم علشان نكبر ونستمر بيكم. واللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك بسرعة وفعل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل قصة بننزلها. ويلا نقول بسم الله ونشوف قصتنا بتحكي عن ايه. بسرعة يا فاطمة، أنا استأذنت ليا وليكي. رفعت وشها من الورق اللي كانت بتراجعه وبصت في الساعة. لسه بدري قوي يا شوشو. بدري ايه بس يا ست فاطمة؟ انت ناسية ان المسافة طويلة من هنا للمحافظة؟ ده غير أول ما هنوصل هنروح للكوافير، وبعدها هنغير اللبس ده ونروح على الفندق. هو لازم الفندق ده؟ ما كنا قعدنا في كافيتيريا ولا أي مطعم، ولا حتى تمشينا على الكورنيش. كورنيش؟ ايه يا بنتي، انت مجنونة؟ بقى خايفة من الفندق ومش خايفة حد يشوفك على الكورنيش؟ أصل يعني لا أصل ولا فصل. خفي بقى وقومي يا دوب نلحق. طيب حاضر، بس هتصل بأختي الأول أطمن على البنت وأفكرها بميعاد الحضانة، وإحنا ماشيين ابقي اتصلي زي ما انت عايزة، بس ارحميني بقى وخلينا نخرج قبل أي حد ما ياخد باله. وخرجوا الاتنين، وكانت فاطمة بتكلم شوشو: أنا خايفة أوي يا شوشو، جسمي بيتنفض عشان بس أول مرة. انتي قلقانة بس عشان دي أول مرة، بس أحب أقولك بقى اللي احنا بنعمله ده عادي وناس كتير بيعملوه، وزي ما شفتي كده تليفون جوزك ورسايله وكلامه بيأكدلك إن كل الناس كده. أيوة بس ما بسش ولا حاجة. قوي قلبك يا حبيبتي وبلاش تفكري غير في الفسحة وبس، وزي ما عمل اعملي. ركبوا الاتنين الأتوبيس، وكانت فاطمة قاعدة جنب الشباك وشوشو قاعدة جنبها. قربت منها وقالت لها: بقولك يا فاطمة، ايه رأيك بقى بلاش الحجاب ده ونعمل تسريحة حلوة كده من نفسنا؟ لا لا يا شوشو، بس خلاص، وطي صوتك هتفضحينا. هو أنا قلت إيه يعني؟ ده كان مجرد اقتراح. الله يكرمك بقى، كفاية اقتراحات. أنا أصلا قلبي مش مرتاح وحاسة إن نفسي ضيق، حاسة إن في حاجة هتحصل. كنت زيك كده أول مرة، وبعدها خلاص، وبعديها بقى عادي خلاص. هزت راسها ومالت على الشباك تسند عليه، وعينيها على الطريق وهي بتقول: ربنا يستر. كانت شوشو قاعدة زهقانة منها، وكانت بتكلم نفسها وبتقول: هتفضل تنبر فيها لحد ما الخروجة اللي بظبطها بقالي فترة جاتلي على طبق من فضة، وهرد كل كلمة وحرف اتقالولي. كانت فاطمة باصة من الشباك وبتكلم نفسها: الله يسامحك يا كمال، كله من ليه توجعني وتخليني بالنارين. غمضت عينيها ومسحت دموعها اللي نازلة على خدها، وكانت بتفتكر اللي حصل. كانت راجعة من الشغل وفي الطريق شافت جوزها قاعد في مطعم مع بنت وماسك ايديها ومبتسم، والبنت بتبصله وبتكلمه بدلع، لكنها ما كانتش شايفة وشها. كانت واقفة مترددة: أعمل إيه يا رب؟ قلبي مقهور من اللي أنا شايفاه ده. أنا هقف كده أتفرج عليهم ولا إيه؟ يا قلبي، أنا إيه اللي خلاني أمشي من الشارع ده؟ طب أعمل إيه بس؟ أدخل وأكلمه وأشوف مين دي، بس يمكن تكون قريبته وأنا معرفهاش، ولا أرجع على البيت واستناه لما يرجع وأواجهه.
بس إزاي هصبر لحد ما يرجع البيت؟ لا لا، أنا مش هفضل واقفة كده، أنا لازم أعمل حاجة. أنا هدخل أعمل له فضيحة هو والبنت اللي معاه. بس لو طلعت قريبته هيسكت لي على الفضيحة؟ ده مش بعيد يطلقني. يا رب، يا رب صبرني ودلني على الطريق الصح. وقتها تليفونها رن، بصت على الشاشة، شافت إن أختها هي اللي بتكلمها. سمر، البنت بخير؟ طمنيني يا سمر عليها. اهدي يا فاطمة، في ايه؟ البنت كويسة ما فيهاش حاجة. بس انتي ليه اتأخرتي عليها في الحضانة؟ لا انتي ولا ابوها رحتم تجيبوها، ده غير ان النهاردة يوم الأب. ازاي كمال ما جاش؟ مسحت دموعها وخدت نفس تحاول تهدي نفسها. انا جاية اخدها من الحضانة. يا بنتي هو انا هزيلة اني اروحها معايا؟ انا صعبان عليا البنت، كل زمايلها ابهاتهم موجودين، ودارين هي الوحيدة اللي باباها ما جاش. اكيد مشغول ونسي الميعاد. انا قربت من الحضانة اهو، انا هدخل اجيبها وان شاء الله هراضيها. تراضيها؟ وسي كمال افندي ايه اللي شغله عن بنته؟ واوعك تقولي لي شغل، كل الابهات عندهم شغل النهارده وخدوا اجازه او نص يوم على الاقل. الغايب حجته معايا يا سمر. ايوه يا اختي، افضلي انتي برريله لحد ما هيجي يوم وتندمي على عمايلك دي. يلا، انا هقفل واروح اطيب خاطر البنت على ما تيجي. كانت حاسه ان الدنيا بتلف بيها، وقفت وسندت على العربيه كانت واقفه جنبها، ودموعها نازله مغرقه وشها، وكل ما تمسحها تنزل اكتر. فضلت على الحال ده حوالي 10 دقايق، وكانت واقفه بتكلم نفسها. للدرجة دي يا كمال اللي معاك واخد عقلك؟ نسيتك بنتك الوحيدة، والحفلة اللي طول اليومين اللي فاتوا وهي بتتدرب على الأغنية اللي هتقدمها في الحفلة وانت قاعد، وانت عمال توعدها انك كنت هتصورها. يا كمال، وجعتني النهاردة وجع ما توجعتهوش في حياتي. طعم الخيانة مر قوي. وبعد شوية وصلت للحضانة وخدت بنتها بعد ما طيبت خاطرها. ما تزعليش يا دودو، بابا كان جاي بس العربية عطلت منه في الطريق، واتصل بيا عشان أجي أحضر مكان. هو أنا منفعش يعني؟ بس يا مامي الحفلة عن يوم الأب. ما تزعليش نفسك، إن شاء الله بابا هيجيلك يوم تاني ويحتفل معاكي قدام صحباتي. إيه رأيك نروح أنا وإنتي الملاهي ونلعب ونتغدى بره، وهنتغدى في المطعم اللي هتختاريه. حضنت بنتها وكانت بتحاول تمنع دموعها إنها تنزل، وبعدها راحوا للملاهي وأكلوا في المطعم. وبعد ما خلصوا روحوا على البيت. دخلت ولاية البيت هادي ما فيهوش أي صوت، والأنوار مطفية. ودخلت تنده على جوزها لكنها ما سمعتش رد منه. دخلت أوضة نومها وما لقتش حد. قلبها وجعها أول ما شافت هدوم اللي كان لابسها وهو في الكافيه مع البنت وهي مرمية على السرير، لكنه مش موجود في البيت. يلا يا دودو، يلا نغير هدومك وتاخدي شاور وتنامي، انت تعبتي النهاردة في الملاهي. بس أنا كنت عاوزة بابا يشوفني بالفستان واديله الهدية. الصبح يروح يديله الهدية، والفستان أنا مصوراكي كتير قوي بيه وانت في الملاهي، هفرجوا عليهم كلهم أول ما يرجع. ده غير إن خالته سمر هتبعت لنا صور الحفلة. وبعد ساعتين فاطمة كانت نيمت بنتها، وفضلت قاعدة طول الليل على الكنبة مستنية كمال جوزها لحد ما نامت على نفسها من التعب. وفي نص الليل قامت من نومها ورقبتها وجعاها، بصت في الساعة لقيتها قربت من واحدة. ايه ده؟ أنا نمت ازاي هنا؟ معقولة أنا نمت كل ده؟ دي الساعة داخلة على واحدة. بس يا ترى كمال رجع ولا لسه؟ أدخل أستناه في الأوضة. في الأول أنا كنت بسكت على السهر على أساس إنه بيسهر في شغل إضافي أو مع حد من زمايله، لكن بعد اللي شفته بعيني النهاردة استحالة هسكت. دخلت أوضة نومها وسمعت صوت كمال زي ما يكون بيكلم حد وبيضحك في التليفون. وقفت مصدومة لما سمعت كلامه. فتحت باب الأوضة، اتخض وارتبك وقفل التليفون بسرعة واتعدل على السرير كأنه هينام. قربت منه وقلبها بيدق بحرقة. وقفت وبصت عليه وكلامه بيتردد في ودنها. أجمل يوم في عمري النهاردة، أول صوت فتحت عليه عينيا وآخر صوت هسمعه قبل ما أنام. المدام نايمة يا قمر، تصوري
رجعت لقيتها نايمة على الكنبة في الصالة. دخلت بشويشة اتسحب عشان ما اعملش صوت وتقوم من النوم وتفتح معايا تحقيق سين وجيم، وانا مش عايز صوت غير صوتك انتي انام عليه، ويكون اخر صوت اسمعه صوتك الرقيق، مش صوت ابو قردان اللي عندي في البيت. قربت من السرير وكانت بتحاول تتماسك، قعدت على طرف السرير وكانت باصة على كمال اللي كان مغطي وشه وجسمه كله. كمال، انت نمت؟ ايوه نمت. اقعد لو سمحت، في حاجة عاوزة اكلمك فيها. الصباح رباح يا فاطمة، انا تعبان وما فياش دماغ لرغي النسوان في نصاص الليالي. رغي النسوان اللي عندي وجع دماغ، لكن في التليفون والمطاعم حلو. اتوتر وقام قعد وهو بيقلب الترابيزة عليها. لا بقى، ده انتي واخدالك كلمتين من اختك وجاية تعملي من الحبة قب، وانا لا فيا دماغ ولا عندي استعداد اخر نومي والصبح اتأخر على شغلي. كل ما اكلمك تقولي سمر. خلاص بقى، انا زهقت من اسلوب قلب الترابيزة ده. النوم اللي بتقول عليه ما خلاكش تفتكر حفلة بنتك وكسرتها قدام زمايلها وصحباتها اللي افتكروها يتيمة ولا أهلها منفصلين، وبتقعد تكذب عليها بوعودك اللي وعدتها ليها وإنك هتصورها، ولما جيت غيرت هدومك ومشيت وما لقيتش مراتك وبنتك في البيت، ما هنش عليك تتصل عليهم تطمن هما فين واتأخروا ليه. خايف على النوم لدرجة إنك شفتني نايمة في الصالة مستنياك، وبدل ما تصحيني لا، دخلت وغيرت ونازل كلام في التليفون. ما خفتش ليه النوم يروح من عينيك؟ ولا كلام التليفون بيساعد على النوم وكلامي أنا مراتك بيضيع النوم من عينيك؟ قام وقف وخد المخدة والبطانية ومشي ناحية الباب وهو بيزعق. لا، انت شكلك خرفتي وعقلك خف من كلام الحربوق أختي، مخلياكي بيتهيألك حاجات، وأنا عشان مش عاوز خراب أنا هتزف تخرج من هنا قبل ما أفقد أعصابي بسبب كلامك الماسخ ده، وهطلع أنام بره في الصالة. وأقسم بالله يا فاطمة لو جيتي ورايا ولا نطقتي بحرف واحد لا هيكون آخر يوم ما بيني وما بينك. وابقي روحي لأختك بقى الحربوقة ووريني هتطيقي تعيشي عندها هي وجوزها والجيش اللي عندها في البيت ازاي. خرج بعد ما رزع الباب وراه، وقعدت فاطمة على السرير تبكي. والصبح قامت غيرت هدومها وراحت جهزت فطار بنتها وجهزتها للحضانة ووصلتها، والبنت كانت عمالة تسأل عن باباها وهي عقلها كان في عالم تاني، بتفكر ايه سبب تغييره الغريب وكلامه اللي بيقوله في التليفونات ده، وبتسأل نفسها معقولة قعدته على التليفونات دي وكلامه الكتير يكون مع البنت اللي شفتها قاعدة معاه؟ وازاي ما خدتش بالي قبل كده؟ للدرجة دي أنا غبية ومعني على عينيا مش باخد بالي من كل ده؟ وازاي اسكت له على كلامه وهو بيهين في أختي وجوزها؟ جريت على الحمام وقفلت عليها وفضلت تعيط، وكان صوت بكاها طالع لحد بره الحمام، وسمعتها زميلة ليها خبطت على الباب. فاطمة، فيكي حاجة؟ انتي تعبانة؟ مالك بتعيطي ليه كده؟ فاطمة كانت بتحط ايديها على بقها بتحاول تكتم صوت بكاها، مسحت دموعها وخرجت، وكانت بتحاول انها تكون هادية. انا كويسة يا شوشو، مفيش حاجة. كويسة ايه يا فاطمة؟ ده صوتك مش مسموع من كتر العياط. انا اسفة يا فاطمة اني بتطفل عليكي، بس احنا زملاء، ولما سمعت صوت بكاكي قلبي وجعني عليكي، وخصوصا ان دي اول مرة اشوفك وانتي داخلة البنك بالشكل ده، وكمان جريتي على الحمام وصوت بكاكي كان خارج لبره وكل اللي كان معدي سمع. فاطمة كانت بتحاول تكتم دموعها. صدقيني مفيش حاجة، شوية مغص وخلاص راحوا لحالهم. طب تعالي ندخل المكتب وهاتله بالبوفيه يجيب لنا حاجة نشربها. دخلوا المكتب وقعدت فاطمة على كرسي مكتبها وعينيها مرفعتهاش، ودموعها كانت بتنزل من عينيها. مسحتهم بسرعة ورفعت عينيها لشوشو، وكانت بتحاول ترسم ضحكة على وشها. أقطع دراعي لو ما كانش فيكي حاجة. صحيح احنا مش بنتكلم خالص غير صباح الخير ومع السلامة، بس أنا قلبي حبك من أول يوم اتنقلتي معانا الفرع هنا، وكل يوم بكون عاوزة أكلمك وببقى خايفة لا تصديني ولا تحرجيني، وأنا ما أقدرش أتحمل. ممكن أسيب الشغل فيها، أصل أختك حساسة شوية. صدقيني أنا عادي، أنا بس مش بعرف أتصاحب وأكلم الناس،
ولما جيت هنا ولقيتك واخدة جنب ومش بتكلميني ولا رحبتي بيا بعدت. قلت أكيد مش بتحبي تتكلمي مع ناس ما تعرفيهاش. بصراحة في الأول أنا قلت عليكي مغرورة أو نفسية يعني، بس أنا عذرتك لما عرفت إنك مرات الأستاذ كمال. قصدك إيه؟ أقصد اللي يشوفك ويشوف وشك وابتسامتك اللي مش بتفرقه ما يقولش أبدا إن أستاذ كمال يبقى جوزك. ليه بتقولي كده؟ أقول وما تزعليش؟ هو أنت هتقولي حاجة تزعل؟ على حسب. أصل في ستات ما بتستحملش الهوا على جوازها، كأنهم ملايكة ماشية بترفرف على الأرض بجناحاتها. هو في حاجة تخص كمال؟ في إنه على طول كشري ورسم 111 على وشه، ده حتى سلام ربنا ما بيردش عليه. وقتها فاطمة افتكرت شكله وهو قاعد في الكافيه مع البنت، وكلمت نفسها وقالت طلع بيضحك وبيتكلم، وال111 لناس وناس. اوعى يكون في البيت كده كمان، ده يبقى مرار طافح. فاطمة هزت راسها ومسحت دمعة نزلت من عينيها لتاني مرة. ردت شوشو وقالت والله كان قلبي حاسس قطيع، وفي الآخر يقولوا علينا احنا اللي ستات نكدية وهم خزان أحزان في البيت. وكملت كلامها بمرارة وقالت شكل حالك زي حالي. انتي مش جوزك مسافر؟ أقصد الوحدة. أهو انتي جوزك معاكي ومش معاكي، وأنا كمان بالاسم متجوزة لكن الفعل متعلقة. عارفة يا فاطمة أنا آخر مرة شفت فيها جوزي إمتى؟ من إمتى يا شوشو؟ من 3 سنين. إيه؟ أيوة ما تستغربيش. وما جاش كمان وقتها غير شهر واحد بس أجازة، أخد نصها في بلده. أصله كان نازل يحضر فرح أخوه. يمكن ظروف شغله كده. لا، ظروف أمه وانت الصادقة. أنا مش فاهمة كلامك. الست هانم مش ناسية إن الحاجة الوحيدة اللي ابنها قال لها لأ فيها وعارضها فيها هي جوازه مني. هي ما كانتش موافقة عليكي؟ أيوة، كانت عايزة بنت أختها المعرقبة. ضحكتيني يا شوشو. لأ وحلوة كمان. أمال هو حبني ليه ووقع على بوزه؟ يا بختي، واخدين بعض عن حب 3 سنين. كان بيستناني قدام باب المدرسة كل يوم، وساعات كتير كان يفوت محاضرات بسببي. هو خريج إيه؟ خريج تجارة. ما هو شغال محاسب في شركة كبيرة في السعودية. طيب هو ليه مش بياخدك معاه؟ ناس كتير بتسافر مع جوازاتها. أمه يا حبيبتي ربنا يقصف لي عمرها، اشتغلت على ودان وزن. هتاخدها معاك؟ مش هتعرف تمسك قرش. هاتلي، جيبلي، فسحني، ولا هتعرف تسد ديون سفرك ولا ديون البيت اللي اشتريناه، ولا هتساعد أخوك ولا تجهز إخواتك البنات. ولو راحت معاك مش هتخليك تنزل وهتنسانا، وهنقعد بالسنين ما نشوفكش. يا خبر أبيض، دي ست صعبة قوي. ده على أساس إنه مقطع السكة رايح جاي. صحيح، ليه مش بينزل على الأقل شهر في السنة؟ خايف. خايف؟ خايف من إيه؟ أيوة طبعا خايف. خايف يسرحوه من هناك ويجيبوا مكانه حد تاني. أصل الوضع هناك دلوقتي مش زي زمان. طب بقولك إيه، أنا بسمع عن حاجة اسمها كروت الزيارة. ليا صاحبتي جوزها بيبعت لها كارت كل فترة، ما يبعتلك هو كمان؟ بيبعت يا حبيبتي، بس بيبعت لأمه علشان تعمل عمرة. يلا داعي عليها ما تتقبل منها أبدا. طب ما اتكلمتيش معاه ليه في الموضوع ده؟ يوه، اتكلمت كتير وحياتي، والرد كان واحد: عايز أكسب رضاها، وعلشان تصفى من ناحيتك وما تقولش إنك مقوياني عليها. تصدقي الولية من جبروتها شبه طردتني من بيت العيلة، وحتى منع عيالها عن زيارتي وزيارة ولاد أخوه اللي خيره مغرقه. طب وما طلبتيش الطلاق ليه؟ طلبته وحياتي، ومن أول سنة سافر فيها كمان. أمه زغرتت من فرحتها، وهو قال لي بعد الحب اللي بينا وبعد ما زعلت أمي واتسببت بقطيعة لبيت خالتي العمر كله، عايزة تتطلقي؟ وراح اشتكى لأبويا مني. طب وباباكي عمل إيه؟ اللي بلا أم حاله يغم. يعني إيه مش فاهمة؟ أمي ميتة وأبويا متجوز من حربوقة قدي في السن، كانت معايا في المدرسة، اشتغلت زن على ودان. هي هتيجي بقرفها؟ ما تعيش. هو حد طايل عيشتها دي؟ ده بيبعت لها شيء وشويات
وأنا عايز أخد راحتي في بيتي وأعيش سني، مش هبقى قاعدة متكتفة. سمعتهم وهما بيتكلموا، فلميت نفسي وأخدت شنطتي ورجعت زي شبشب الحمام على شقتي. بس إيه، منعت عنهم أي زيارة بيبعتها جوزي، أو حتى يجيب لأبويا ولا العقربة مراته ديت أي حاجة يطلبوها. طب وحماتي عملت إيه معاكي وانتي راجعة؟ سبحان الله، كانت واقفة على الباب ولسه هتتلقاني من شعري، وقعت من طولي وفقت على خبر إني حامل. تلاقيها فرحت. أمال إيه؟ بدليل إنها قالت تولد وتشوف شقة بره. أنا مش حمل زن عيال صغيرة وبكى ليل ونهار، أنا عندي الضغط خلقة. طب وعملتي إيه؟ وحياتك زغرطت في عبي وبقيت أعد الشهور، وبعد ما ولدت وقبل ما ربعا حتى كنت ناقلة في شقة جديدة وفي حتة حلوة قوي، إيجارها غالي. حرقت دمها ورقدتها في السرير أسبوع، وجوزك أكيد جه يشوفك. أمال ده جه على طول، جه وابنه عنده 3 سنين. إيه؟ صبر على شوفة ابنه إزاي؟ كنت ببعتله صور وكنا بنتكلم فيديو. هي دي الحاجة اللي كنا عايشين عليها. جه قعد شهر تاني، حملت في ابني التاني ومشي، وهو الواد دلوقتي عنده 3 سنين والكبير 6، وهو لسه منزلش وشكله مش ناوي ينزل السنة دي كمان. طب وبعدين؟ انت فعلا زي المتعلقة. ولا حاجة، اهو عايشة. اصل هروح فين بعيالي؟ ابويا اللي مقبلنيش وانا بطولي هيقبلني بيهم، ولا ارميهم لستهم اللي مش طايقاهم وابوهم اللي مش قاعد لهم، ولا اتطلق واقعد بيهم؟ ومين هيصرف عليهم وانا مرتبي مش هيكفيني حتى عيش حاف، والايجار ومصاريف مدرسة وحضانة؟ ربنا يكون في عونك يا شوشو. النصيب عيشة والسلام. بس ما تقلقيش عليا، أنا بعرف أخد حقي كويس أوي. يوه، فضلت أحكيلك عني والوقت خدنا ونسينا الموضوع الأساسي. قوليلي بقى، انت ليه كنتي بتعيطي في الحمام؟ فاطمة كانت بتحاول ترسم ابتسامة على وشها. أبدا، أصلي كنت مخنوقة شوية. انت لسه مش واثقة فيا، ولا خايفة من جوزك المعقد يشوفك بتكلميني؟ على العموم احنا بنتكلم عادي، 2 زملاء في الشغل. بذمتك عمرك شفتي عليا حاجة؟ ليه واخدة مني موقف؟ أنا مش واخدة موقف من أي حد، بس أنا اتعودت من يوم ما اشتغلت ما اتكلمش مع حد، وتقريبا معرفش نص الموظفين معانا هنا في البنك. أكيد دي أوامر القيادة العليا. أستاذ كمال، أيوه، كمال صمم إن اتنقل من الفرع اللي كنت شغالة فيه واجي هنا اشتغل في الفرع ده. بيقول لي هادي وشغله خفيف ومفيش عملاء كتير، بس امبارح عرفت السبب. شوشو ما سمعتش آخر كلامها، ردت عليها وقالت: أديكي قلتي أهو، فرع تاني يعني بعيد عني، معقولة بقى نكون في مكتب واحد؟ وحتى سلام ربنا بنقوله بالعافية، ضغط الشغل ومواعيده، وانتي بتيجي آخر واحدة وبتمشي أول واحدة. هو أنا هاجي بدري ليه وانتي من أول ما بتدخلي المكتب لحد ميعاد الانصراف عينيكي على الأوراق اللي قدامي ما بترفعيهاش، وكل ما أحاول أكلمك ألاقيكي بتصديني. أوقات كنت بكون مخنوقة وعاوزة أفضفض مع حد بدل ما أموت من الهم. بعد الشر عليكي، أنا أسفة، بس كنتي لمحتيلي. يلا، اللي فات مات، وإحنا ولاد النهاردة ننسى اللي فات بقى، ومن دلوقتي نفضفض لبعض، وكل واحدة تهون على التانية اللي هي فيه. أنا تحت أمرك، أي وقت تحبي تفضفضي وتتكلمي أنا موجودة. وقت البريك نتكلم مع بعض. أنا ماليش إخوات، وطول عمري بتمنى يكون عندي أخت، وإنتي يا فاطمة الأخت اللي تمنيتها، وعشان كده أنا فضفضت معاكي من غير ما اتكسف ولا خاف إن كلامي يخرج للناس. دي ثقة أعتز بيها يا شيماء. على قد ما كنت زعلانة على حالي، قلبي وجعني عليكي. لا الله يخليكي، بلاش جو الصعبانيات ده. أختك أبو جبل واخدة على الهم ده من سنين. سيبك مني بقى وفضفضيلي، خرجي وجعتك، وصدقيني هتلاقيني بير، واستحالة كلامك هيخرج بره. فاطمة سكتت شوية وكانت بتكلم نفسها وتقول: عندها حق، انت محتاجة تتكلمي، محتاجة تخرجي القهر اللي جواكي، يمكن تشور عليكي بحاجة تخليكي تاخدي حقك من كمال.
وتقدري تواجهيه بعمايله. وقتها شوشو لما لقيتها مردتش عليها سابتها وقامت وقفت، ولسه هتتكلم سمعت فاطمة بتقولها: كمال يا شوشو، كمال هو وجعتي، هو سبب الحالة اللي أنا فيها. أعملك إيه؟ 5 سنين وأنا مخدوعة فيه، لأول مرة أخد بالي من حاجات كان بيعملها وعمري ما شكيت فيه ولا جه في بالي إنه يعملها. كمال كان في نظري إنسان كامل من كله، طلباته كانت أوامر، لو صباعه اتشك في يوم ممكن ما نمشي أسبوع من الزعل عشان لو قال لي ارمي نفسك في البحر هرمي نفسي وأنا مغمضة من كتر ثقتي فيه. لحد امبارح بس اكتشفت إني مخدوعة وإن كمال بيخوني. غير كده طعني أكبر طعنة لما سمعته بنفسي بيتريق عليا في التليفون مع حد يعرفه، ده غير معايرته ليا إني يتيم وإني ماليش أهل. الخسيس بيعايرك بيوتمك؟ ما قالهاليش بصراحة، هو قال لي هيرميني لأختي أعيش عندها وأشوف أنا هستحمل إزاي ولو مهما كان. بس غريبة انت لسه بتبرري له وبتدافعي عنه، بس ازاي انت عرفتي؟ ده انا كنت محتارة اوصلك الموضوع ده ازاي. فاطمة مركزتش في كلامها وكملت وقالت: شفته امبارح قاعد في مطعم وانا في طريقي للبيت، وسمعته بيتكلم في التليفون كلام عمري ما سمعته منه ولا مرة قالهولي. وسكتت لثانية لما افتكرت باقي كلام شوشو، برقت بعينيها من الصدمة. شوشو، قصدك ايه بمحتارة تعرفيني؟ يعني ايه يقطعني؟ انا ما كانش قصدي، بس من ضيقتي عليكي كنت هقع بلساني. شوشو انا اعصابي مش مستحمله، انطقي، قصدك ايه؟ بصراحة كده يا فاطمة، كمال جوزك كلنا عارفين عينه زايغة وبتاع ستات، وكلنا برضه استغربنا لما وافقتي انك تتجوزيه. حتى لما جيتي الفرع هنا بعد سنة من جوازكم اتأكدنا انه نقلك هنا علشان ياخد راحته وترجع ريما لعادتها القديمة. ولما جيتي وما كنتيش بتتكلمي أو بترمي السلام اتأكدت إنه هو السبب وإنه منعك وقايلك عني كلام وحش. مش قادر ينسى إني قدمت على النقل واتنقلت هنا علشان أبعد عنه. غمضت فاطمة عينها بصدمة وكلمت نفسها: وأنا اللي زي الهبل نفذت أوامره لما أكد عليا ما كلمش شوشو وقعد يذمني في أخلاقها، وأنا صدقته ووثقت في كلامه، وأتاري خايفة أتكلم معاها وصاحبها لا تقع بلسانها وتقولي كل فضايحه. يا وجع قلبي. بصراحة يا فاطمة أنا مستغربة، بنت في جمالك وشياكتك ليه وافقت إنها تتجوز واحد زي كمال؟ إيه اللي يجبرك على جوازة بالشكل ده؟ ده أنا حتى سمعت وقتها إنكم كتبتوا الكتاب ورحتي البيت على طول، ولا عمل فرح ولا هيصة. أبويا وأمي ماتوا وأنا لسه في إعدادي، أمي ماتت وبابا من حزنه عليها بعدها بكام شهر توفى. أختي سمر كانت متجوزة وعندها أولاد، صممت إن أتنقل عندها أعيش معاها، ولأن شقة بابا وماما كانت إيجار سلمتها لصاحب البيت وخدت فلوس التأمين اللي رجعها لنا وحطتها في البنك وديعة باسم، وجريت على معاش بابا الله يرحمه اللي هو يدوب كان 1000 جنيه، يعني ما يكفونيش حتى في دراستي ولا دروسي ولا لبس ولا مواصلات. كانت بتأثر مع عيالها علشان لحد ما اتخرجت جابت لي واسطة هي وجوزها وشغلوني في البنك. بعدها كمال بدأ يتقرب مني واحدة واحدة اتعلقت بيه، خصوصا بقى لما صديته في الأول وجه اعترف لي بحبه، ولقاني من البيت للمدرسة، ولما كبرت بقيت للكلية كمان، وبعدها الشغل. يعني لا ليا أصحاب ولا بخرج لأي مكان لوحدي. وقتها من فرحتي بكمال وشكله وطوله وعرضه وجسمه الرياضي قال لي يومها: صدقيني يا فاطمة، من أول يوم دخلتي فيه البنك وقلبي دق ليكي، ومن أول ما سمعت صوتي وقلبي قال لي هي دي شريكة حياتك اللي استنيتها طول عمرك. اتعلقت بيه، اتقدم لي ووافقت عليه رغم إن أختي حاولت معايا، بس أنا صممت واتجوزت أنا وهو. وزي ما قلتي كأنه عمل لي غسيل مخ وأقنعني إن ملوش لازمة الفرح، يا دوب كاتب كتاب عائلي وخلاص، أهله على أهلي، وبعدها نروح نقضي شهر العسل في شرم الشيخ. وعدى شهر العسل وأقنعني إن أخد أجازة بعد شهرين لما عرف إن أنا حامل. الأول قلنا 2 سنين كفاية أوي، جت تالت سنة وقال لي البنت كبرت
وكفاية كده، وقطع الأجازة ونقلني الفرع هنا، والباقي انت عارفاه. طول عمره لئيم وواعي، رجعك الشغل أكيد علشان ياخد راحته. انت كنتي بتشتكي من القعدة لوحدك وطول الوقت في البيت، مش عارف لا ياخد لا حق ولا باطل. عندك حق، وده اللي حصل بالظبط. قال لي إن البنت كبرت وتروح الحضانة، ومنها تتعلم وتنطق بسرعة. ولما قطعت الأجازة ورجعت الشغل صمم إني أتنقل هنا. طب وانتي هتسكتي على اللي عمله؟ للأسف قدر يلوي دراعي. أنا ماليش غير بيته، وبيت أختي ما يتدخلش، ولا أقدر أعيش مع أولادها، وبنتي لسه صغيرة. خلاص نفكر سوا ونوصل لحل. دماغي هتشت مني وقلبي فيه نار قايدة، وصعبان عليا نفسي قوي يا شوشو. حاسة بيكي، وصدقيني مش هيهدالي بال غير لما الاقي فكرة تاخدي حقك منه وتشربيه من نفس الكاس. يا ريت يا شوشو، يا ريت. وقتها مش هنسى جميلك ده طول عمري. وفي خلال كام يوم كانت علاقة شوشو وفاطمة بقت قوية جدا، وكانوا بيتكلموا طول الوقت، وكانوا بيتصلوا ببعض بالساعات. وفي يوم دخلت فاطمة المكتب، لقت شوشو واقفة وبتقول لها بلهفة: اتأخرتي ليه يا فاطمة؟ أنا مستنياكي من بدري. المواصلات يا شوشو، انت عارفة ان النهاردة الحد والطريق زحمة. قلقتيني. في ايه؟ لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتيها؟ الخطة اللي هتنتقمي بيها لنفسك من كمال. بتتكلمي بجد؟ وجد الجد كمان. مش قلتي عاوزة توجعيه بنفس طريقته، وانك عاوزة تقوليله واحدة بواحدة والبادي أظلم؟ طب قوليلي بسرعة، ايه هي الخطة الأول وبعدها قرر. نفس الكاس. انت هترديله وجع الأيام اللي فاتت وسنين عمرك اللي خدعك فيها. يا ريت يا شوشو، يا ريت. داويني بالتي هي الداء، أو بمعنى أصح كما تدين تدان. زي ما عمل هتعملي. وصدقيني أنا فكرت كتير وما لقيتش غير الطريقة دي. زي ما هو مقضيها مع عاملات البنك أو أي موظفة جديدة في البنك، انتي هتعملي زيه. وخصوصا بقى إن في كام عميل هنا عينيهم هتطلع عليكي وانتي قاعدة ومش واخدة بالك. قصدك ايه بالكلام ده؟ قبل ما تتوتري وتفهميني غلط، كل اللي هنعمله هنروح نقضي كام ساعة نفك فيها عن نفسنا، نتغدى في مطعم شيك وغالي، أهو منها نرتاح من همومنا، ومنها تاخدي حقك وتوجعيه زي ما وجعك، وتعرفيه إنك انتي كمان مرغوب فيكي، وإن الكل عينيهم عليكي، وإنه ما يسواش تضيعي عمرك عشان. أيوة بس أنا معرفش حد. لأ، أنا هكتفي زي ما انتي اقترحتي عليا من كام يوم، إن احنا نتكلم في التليفون ونوهمه إني بكلم شاب سهل قوي يكشفك ويعرف إنك بتلعبي عليه. طب إزاي أعمل كده؟ أنا خايفة. ما تخافيش، أنا معاكي وفي ظهرك، ومش هتكوني لوحدك. أنا معاكي لحظة بلحظة. وفضلت شوشو تقنع في فاطمة. طيب تمام، أنا موافقة، بس أهم حاجة تكوني واثقة من الناس دي، وكمان هو غدا وبس. برافو عليكي يا فاطمة. ومن الناحية دي ما تقلقيش، أنا متأكدة منهم زي ما أنا متأكدة من نفسي. دي ناس هاي وشيك، والفلوس ملهاش أي قيمة عندهم. أهم حاجة راحة بالهم. طيب وإمتى هنروح؟ النهاردة هقدم على أجازة نص يوم، وهنروح أنا وإنتي مع بعض. رجعت فاطمة من ذكرياتها على خبط دماغها في الكرسي اللي قدامها، ولفت بذهول لشوشو اللي كانت بتقول: الحمد لله ربنا ستر، كنا هنموت لولا فضل ربنا علينا. وقتها فاطمة برقت بعينيها: الستر وكنا هنموت؟ قامت وقفت بسرعة وندهت على السواق علشان يوقف الأتوبيس. لو سمحت يا أسطى، وقف على جنب. في إيه يا فاطمة؟ انت مالك هبتي وقفتي ليه كده في مكاني؟ عشان الستر والفضيحة اللي اتكلمتي عليها، واديكي شفتي بنفسك الموت كان بينا وبينه لحظة. طب هترجعي في كلامك والناس اللي مستنياكي يولعوا بجاز. أنا عندي أهم حاجة سمعتي وديني، ولو على كمال أنا هواجهه وأعرفه كل حاجة عرفتها عنه. فكرك هيسمح لك تكلميه بالكلام ده؟ ده مش بعيد يطلقك بعد ما يسمع منك أول كلمة. ومين قالك إن هستنى على ذمته دقيقة واحدة بعد اللي عرفته عنه؟ لو هو آخر راجل في الدنيا مش هرجعله. نزلت فاطمة من الأتوبيس أول ما وقف، ونزلت وراها شوشو
بتحاول تقنعها إنها ترجع عن قرارها. انت مالك مصممة ليه كده إن أروح معاكي؟ اللي يسمعك وانت بتتحايلي عليا كده يقول وراكي حاجة. قولي يا شوشو، ايه الموضوع بالظبط؟ أيوة ورايا كمان اللي هني وجرحني بعد ما علقني بيه، وكل يوم والتاني اتصالات ليل ونهار، ويقعد معايا بالساعات على التليفون. وبعد ما استسلمت له وخنت جوزي معاه قال لي ما تلزمينيش، أنا معايا ست زي الجنيه ده في أخلاقها واحترامها لنفسها، ويكفي إنها بتحبني، واستحالة تعمل زيك لو غبت عنها 1000 سنة. سنين وأنا مستنية اللحظة اللي تقع فيها في سكتي عشان أعرفه الست اللي زي الجنيه الدهب دي وهي معاه وفي حضنه بتخون. ومع مين؟ مع أعز صاحب ليه. معقولة كمان خني معاكي؟ مش بس معايا، ده مفيش عميلة ولا موظفة في البنك إلا ولعب عليها. تعرفي نقلك ليه؟ علشان ريحته فاحت والإدارة حولته للتحقيق، وطبعا كلنا خفنا على شكلنا ووظايفنا، قلنا ما شفناش منه حاجة وحشة، وإنه في حاله وعمره ما قل أدبه على واحدة فينا. وسبحان الله، أقل واحدة كانت معاه خرجت معاه مرة واتنين وتلاتة، أما الباقي بقى ناموا على سريرك بدل المرة 10. فاطمة كانت الدنيا بتلف بيها، مشيت وسابت شوشو اللي وفا بتنده عليها بقهر ودموعها مغرقة وشها. شاورت لتاكسي ورجعت على بيتها، وأول ما فتحت الباب سمعت صوت بنتها بتضحك وبتجري عليها وفرحانة. ماما، أنا بحبك قوي أنتي وبابا، شفتي بابا جاب لي إيه؟ وزي ما حضرتك قلتيلي جالي النهاردة الحضانة وعمل حفلة ليا أنا وصاحباتي البنات، وكل البنات والميس قالولي يا بختك بباباكي. حمد لله على سلامتك يا فاطمة، اتأخرتي ليه كده؟ أنا ودودو مستنيينك من بدري. بست بنتها وطبطبت عليها. دودو، ادخلي أوضتك شوية، أنا هتكلم مع بابا في موضوع مهم. دخلت دارين أوضتها وعينين فاطمة عليها، وبعد ما قفلت الباب لفت لكمال وبصوت مجروح قالت له عارفة أنا جاية منين؟ أيوة طبعا جاية من البنك. هتكوني جاية منين يعني؟ واثق فيا مش كده؟ من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، عارف تحركاتي كلها، أكيد من حبايبك اللي في الفرع عندي. لكن اللي ما تعرفوش إني راجعة من عند شوشو. شوشو كانت واخداني أقابل أعز أصحابك. عارف شوشو اللي من أول يوم ليا في الفرع وإنت بتنبه عليا ما اتكلمش معاها، وإني أتجنبها وأخاف منها على سمعتي، وفي الحقيقة إنت خايف لا تكشف لي حقيقتك وعمايلك معاها، مش كده؟ بس سبحان الله، عرفت الحقيقة من غيرها ولوحدي. عارف إمتى؟ من كام يوم وأنا راجعة من الشغل، والأول مرة أمشي في شارع مطعم النجمة يوم حفلة دارين، ولما رجعت شفت هدومك على السرير. صحيح السرير كان زي ما هو، مش باين عليه إن حد نام عليه، لكن هدومك كانت فيها ريحة مختلفة. كدبت نفسي وقلت لأ، ما توصلش لحد كده. بس النهاردة بس اتأكدت إني هبل، وإن وصل لأكتر من كده كمان، وإن السرير ده عدى عليه ستات أشكال والوان. بلع ريقه بتوتر وقرب منها علشان يكلمها، وحط إيده على دراعها. رجعت لورا بسرعة وقالت له اوعى تفكر إنك تمد إيدك أو تلمسني. اسمعيني يا فاطمة، صدقيني دي بتكدب عليكي من نارها، علشان رفضتها وقلت لها إني بحب مراتي واستحالة أخونها. هي كدبت عليك عشان تنتقم مني، بس مش عاوز أسمع صوتك ولا عايز أسمع منك أي تبرير. اللي عاوز أسمعه بس كلمة انتي طالق، وبعدها تاخد هدومك والسرير ده وتمشي من هنا. ما شوفش وشك نهائي ولا اسمع صوتك. والبنت لما تحب تزورها عندك الحضانة بقى زورها كل يوم، لكن هنا انسى انك تدخل البيت مرة تانية. انت اتجننتي يا فاطمة؟ لا عقلت. لو باقي على اسمك وصورتك قدام الناس وعاوز تحافظ على مظهرك قدام بنتك وفي البنك، اعمل اللي قلتلك عليه، وإلا والله العظيم لكل فضايحك بالأسماء والرسايل لا تكون عند مدير البنك وقدام قرايبك اللي فاكرينك ملاك. يا فاطمة بلاش تهدمي بيتنا وبنتنا تتربى مشتتة بيني وبينك. سامحيني يا فاطمة، وصدقيني أنا تبت واستحالة هرجع للطريق ده مرة تانية. أنا اللي عندي قلته،
ورقتي توصلني النهاردة والشقة من حقي، أنا حاضنة. ده غير مرتب السنين اللي فاتت كلها راح في تمنها، ومن هنا لحد ما سن الحضانة يخلص الشقة ليا، وبعدها تبقى تقدر تستلمها. وأنا إيه اللي يخليني أوافق؟ عاوزة تتطلقي؟ ما عنديش مشكلة، بس تبريني من كل حاجة. غير كده الشقة بتاعتي وباسمي. أيوة كده، اظهر وشك الحقيقي. بس اللي انت ما تعرفوش بقى إني قبل ما أجي أخدت من شوشو أرقام الستات والبنات، وجات لي رسايل وفويسات بصوتك، وكان فيديو كده من إياهم ليك اللي دفعت فيهم 50,000 جنيه علشان يتمسحوا. وأنا بقى في طريقي لهنا رحت لمحامي وقلت له على كل الأدلة دي، وقال لي المحكمة هتاخد بيهم. فاطمة، صدقيني أنا ولا كلمة. ارمي عليا يمين الطلاق، وأوضة النوم باللي فيها تتصرف فيها وتنقلها وتاخدها معاك، وده آخر حاجة عندي. انتي طالق يا فاطمة، ورقتك هتوصلك النهاردة، وهدومي وحاجتي أخدهم، بس أشوف مكان أنقلهم فيهم. بس الفيديوهات والرسايل يوصلولي، أستلم ورقة طلاقي، تستلم اللي يخصك، ويلا بقى اتفضل من غير ما ترد. هتندمي يا فاطمة. أنا فعلا ندمان، بس مش عليك. أنا ندمانة إني ما سمعتش كلام أختي لما تقدمتلي وقالت إنها مش مستريحة لك، وأنا كنت عامية شايفاك ملاك وإنت إبليس يتعلم منك. ندمانة إني كنت ماشية وراك زي الهبل، يمين يمين شمال شمال، شايفاك الراجل المحترم الخلوق. بس خلاص، الكلام ده ما بقاش ليه معنى. أنا فوق حتى لو متأخر، بس لسه الوقت قدامي. أنا هقوي صلتي بربنا بعد ما كنت هخسر كل حاجة، ديني وكرامتي ونفسي، عشان حاجة ما تستاهلش. يا ريت كل ست وبنت تفكر كويس قبل ما تروح في سكة تاخد حقها، وزي ما يعمل هعمل. تفكر في ربنا ودينها وأهلها، وتفكر في اليوم اللي هتقف فيه بين إيدين ربنا. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم علشان نكبر ونستمر بيكم. وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.